رمضان كريم. صباح الخير. تالت رمضان على التوالي ان شاء الله، تالت يوم رمضان. المهم ان انا النهارده كنت، عشان اليوم اللي فاتوا كان امتحان وبتاع، فكنت بذاكر، فلسه ما زينتش بقى البيت. واحنا كنا فاكرين لما كنت نزلت الخياميه، الفلوج بتاع الخياميه هحطها لكم تحت لما اشتريت الزينه بتاعت رمضان، فلسه بقى ايه ما حطيتهاش وظبطت البيت كده والواحد يحس بالروح بتاعت رمضان. هقول لكم حاجه، انا بحب ليه زينه رمضان؟ عشان هي بتدي السبيريت، يعني دي بتبقى زي ما قلت لكم، بتكون حاجه مختلفه عن العادي، يعني تحسوا ان شكل البيت فيه حاجه مختلفه. فعشان كده انا بحب ان انا ازين البيت كده بفوانيس وحاجات بسيطه يعني. فيلا نبدا بقى ايه نزينها. دي الحاجات اللي انا كنت جبتها، جبت اللي هما البوفين دول والخداديتين والبتاع اللي هو الهلال ده، مش عارفه بقى لسه، والفانوس ده بابا كان هو اللي لسه جايبه، والحاجات دي ودي هبقى اوريها لكم لما افتحها. المهم بقى ان انا مش عارفه لسه احط الحاجه دي فين. ايه رايكم؟ حاساها مش حلوه. هجرب الناحيه التانية هنا وقولوا لي انتوا رايكم ايه. وبعدين بصوا بقى، هجيب دي واعلقها هنا. يلا بينا. جبت اهو السلوتيب، علقها بسلوتيب، مش عارفه بقى هتنفع ولا لا، تعالوا نجرب. عارفين محتاجه ايه كمان؟ محتاجه جلوتاك الزقها من فوق، هروح اجيبه واجي. اهو. لا وقعت. دن، انا عرقت. بصوا، هاخد المفرش اللي هو بتاع رمضان العادي ده وهحطه على السفره. اظن كل الناس عامله كده اساسا، بس بيدي شكل حلو. هو بيتشال ساعة الأكل، بس بيدي كده روح رمضان يعني. بصوا، هو اصلا كمان لسه المفروض ان انا عايزه اعمل زي يعني الزينه بتاعت الجنينه والانوار اللي بره والكلام ده، بس انا خلاص النهارده مش قادره. فنكمل في فلوج تاني ان شاء الله. انا مش قادره، تعبت قوي وانا بزين الحاجه. وبس كنت عايزه اقول لكم حاجه قبل ما انسى، اللي هي منال تي في اللي كانت في اول الفيديو. بليز روحوا شوفوا هي channel، هي صغنونه وانا مبسوطه جدا بيها ان هي خدت الخطوه وعملت يوتيوب channel لنفسها. وبمناسبه بقى الموضوع ده، عايزه اقول لكم حاجه، انا مش عارفه في ناس اخدت بالها ولا لا، بس ثانيه واحده كده. شايفين الفرق؟ انا الحمد لله قدرت ان انا من حوالي اسبوع اجيب كاميرا جديده، ودي عشان انا عايزه اقول لكم حاجه. اللي انا طلعت بيه سبحان الله، الكاميرا دي انا ما كنتش عامله حسابها خالص. ولازم احكي لكم انا كنت بعمل ايه. انا كنت اول لما بدات اعمل فيديوهات، انا كانت، بصوا هي الكاميرا دي اللي معايا، كاميرا صغيره عندي مثلا من 5 أو 6 سنين حاجه كده، فتره يعني. وما كنتش بستخدمها، ولما بدات اعمل فيديوهات ما كانش قدامي اوبشن غير ان انا عايزه استخدم كاميرا، فهستخدم دي. وطبعا انا عارفه انتوا قد ايه عانيتوا معايا، ناس كتيره جدا، انا بالذات لما كنت ببقى في ايفنتات وبتكلم مع ناس، انا عارفه ان الصوت كان بيبقى حاجه بشعه. انا عارفه والله. وبجد شكرا للناس اللي هي استحملت وكملت معايا لحد دلوقتي. عشان انا اساسا لما لقيت كده ولقيت ان الناس بدات تاخد بالها كنت متضايقه جدا. وانا اساسا كنت قلت ايه، الاقي بصي
وبصوا انا صريحه معاكم، قلت بصي يا الاء، انت هتاخدي من 50 جنيه من مصروفك كل شهر وتقومي تحطيه في محفظه كده لوحدها عشان تحوشي لنفسك. ومع يعني الكاميرا غاليه، يعني عشان نبقى صراحه مع بعض، 50 جنيه من مصروفي كل شهر دي يعني قعد 20 سنه قدام عشان احوش لكاميرا اجيب كده. بس ما اعرفش انا ساعتها كنت بقول ايه، انا هحط 50 جنيه واكيد ربنا هيساعدني وبتاع، ولما بقى العيد والعيديه وعيد ميلادي ويجي لي هدايا والكلام ده، كل فلوس هتجيلي هحطها في المحفظه دي وهتبقى عشان الكاميرا. يعني انا كنت كل اللي انا بعمله ان انا كنت بسعى وكنت بحاول ان انا اجيب الكاميرا، وكنت حاطاها هدف قدامي. وسبحان الله سبحان الله. وعايزه اقول لكم حاجه، انا دايما بابايا ومامتي معودينا ان انت عايزه موبايل حوشي وجيبي له، انت عايزه حاجه هم يجيبوا لنا الاساسيات، غير كده الحاجات اللي هي الاكسترا كل واحده تحوش وتجيب لها. هم معوديني انا واخواتي على كده، فما كانش حتى اوبشن بالنسبه لي ان انا اروح اقول لبابا انا عايزه الكاميرا فيقوم يجيبها لي. المهم سبحان الله عدى بالظبط شهرين، اللي هو كنت حاطه 50 كده في المحفظه، وجي قمت استخدمتهم في حاجه يعني. سبحان الله في نفس الشهر ده ربنا والله العظيم رزقني من حيث لا احتسب فعلا. خلاصة الموضوع او اللي انا عايزه اقوله من الموضوع ده ايه، ان انت هتسعى في حاجه ربنا هيفتحها لك من حته تانية خالص. يعني انت ممكن تكون بتسعى انك بتذاكر وبتجيب مجموع وبتتفوق عشان نفسك تدخل كليه طب او كليه هندسه، وربنا على التنسيق على ربع درجه او على في ناس على 0 حاجه يعني بيقوموا ما يدخلوهاش وهم تفوقوا. انت سعيت وانت عملت اللي عليك، بس سبحان الله ربنا هيفتح لك مجال تاني خالص خالص خالص. ده نفس الحكايه اللي حصلت لي في الكاميرا. انا كنت بسعى ان انا 50 جنيه كل مره اقوم احطها عشان يعني اقدر ان انا في يوم من الايام اجيب الكاميرا، وال50 جنيه دي ما عملتليش اي حاجه والله. قمت بقول لكم اصلا في شهر بعد شهرين قمت صرفتهم، كنت محتاجاهم في حاجه، وربنا رزقني من حيث لا احتسب ومن حته انا ما كنتش مستنيه الفلوس منها خالص. فعشان كده انا بس بقول لكم، او الرساله بتاعت النهارده اللي انا عايزه اقولها لكم، رمضان من كمان الشهور بتوع السعي. لو انت سعيت فيه وبذلت فيه مجهود وعملت ودعيت واخدت هو زي ما بيقولوا اخدت بالاسباب، ربنا ان شاء الله بعد رمضان هيوفقكم وهيعملكم كل اللي انتوا عايزينه. بتوع ثانويه عامه انتوا بتذاكروا وبتعملوا اللي انتوا عايزينه وبتمتحنوا في رمضان في عز الحر وفي عز الصيام، ربنا مش هيخيب ظنكم فيه ابدا، وهتجيبوا درجات. سواء انت جبت درجات كويسه او جبت حاجه اللي هو يعني ما دخلتكش مجموعك، ما دخلكش الحاجه اللي انت كان نفسك فيها، صدقني ربنا بيمشي المواضيع من حته تانية خالص. بس عشان ما اطولش عليكم، انا دلوقتي المفروض ان انا هعمل ايه. دلوقتي الساعه 4، فهصلي صليت العصر بس لسه ما قريتش الورد بتاعي. عايزه اقول لكم حاجه بمناسبه الورد، ليه بحب اقرا ان انا اقرا 4 صفحات بعد كل صلاه، احلى من ان انت تيجي وتقوم تقعد وتقرا كله ورا بعضه. لا ما بتبقاش، عشان لما تيجي تقرا جزء بتبقى عايز تقرا عشان اخلص الجزء وخلاص، لكن 4 صفحات دي حاجه بسيطه جدا بعد كل صلاه، فبتقدر ان انت تتدبر فيها وتقدر ان انت بتكون بتقرا يعني بتركيز اكتر شويه من ان انت تقرا الجزء ورا بعض. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هنزل دلوقتي ان شاء الله اصلي التراويح، وعايزه اقول لكم حاجتين. اول حاجه لازم ازازه ميه معاكم عشان تقعدوا تشربوا، تقدروا ان انتوا تشربوا الميه الكفايه ما بين الفطار وما بين السحور. وتاني حاجه تجربوها، لسه مجربوها امبارح، جربوا ان انتوا تنزلوا من غير موبايلكم خالص صلاه التراويح. اولا احساس ان انتوا تنزلوا من البيت من غير الموبايل ده حلو جدا، وثانيا هتحسوا ان انتوا يور ستريس كده فري، مفيش اي ستريس ومفيش توتر، واللي هو مش مركزين في اي حاجه تانية. زينة رمضان لسه بقى انا عايزه اعمل كده. انا وبابا وماما النهارده هنجرب كده صلاة التراويح في مكان جديد، اول مرة نجربه. اهلا اهلا، لسه مروحة وكده نكون وصلنا لنهاية الفلوج، وكنت بس عايزة اخد رأيكم
في حاجة، بما ان دوت هيكون تالت فلوج يعني على التوالي كده ورا بعض. عايزة اعرف رأيكم في الموضوع ايه، وحاسين ايه اللي ممكن تكونوا عايزين ان انا ازوده، او ايه اللي ممكن يكون مش حلو قوي. يعني عايزة اخد رأيكم واعرف انتوا شايفين ايه اللي حلو فيه وايه اللي مش حلو عشان احسنه. سيبولي رأيكم تحت في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم بكرة على طول. باي باي. اوكي، عايزه اقول لكم في الاخر ان انا بابا رجع وقام خلاني اغير شكلهم، بس ظبطهم بطريقه احلى يعني. ده هنا وده هنا وده هنا.